زملاء تقنيين نعم يشيرون لي بأنه الأخضر بريش صحفي بقنوات بي إن سبورت يلتحق بنا في هذه اللحظات. الأخضر، مساء الخير. مساء النور. أولا نريد تعليقك على نتيجة تعادل هدف مقابل هدف بين الجزائر والكاميرون. والله تعليق لا أحد من دون شك راضي على هذه النتيجة. تعادل لا يخدم كثيرا المنتخب، والنتيجة تعتبر يعني هو تعادل لكن بطعم الهزيمة، خاصة بعد فوز نيجيريا خارج ملعبه، والمباراة المقبلة ستكون أمام نيجيريا هنالك في نيجيريا. للأسف أنه كانت فرصة سانحة للمدرب وللاعبين أن يحققوا الفوز وأن يبقوا في السباق، لكن هو ليس نهاية العالم. المنتخب لا زال في هناك فرص أمامه، ولكن يجب أن تكون هناك معجزة وأن ربما نقوم بثورة داخل هذا المنتخب لكي نتمكن من العودة في السباق من أجل التأهل إلى كأس العالم. لكن تبدو متشائما جدا بما أنك تتحدث عن معجزة من أجل التأهل وثورة داخل هذا المنتخب. ربما هي فقط كبوة جواد، وحتى المنتخب الغاني تعادل على أرضية ميدانه أمام أوغندا. نتمنى أن تكون كبوة. كلامنا ليس أننا فاقدين الأمل، لكن أقول لك فقط بأن أوغندا أحسن منتخب في أفريقيا الآن، لهذا السبب تعادل مع غانا، لكن الكاميرون لم يكن من بين أفضل المنتخبات في أفريقيا، ونحن كان بإمكاننا أن نفوز، لكن الآن نحن عقدنا المهمة، لأن الفوز حتى في الكاميرون ليس سهل، وفي نيجيريا ليس سهل. عقدنا المهمة، كان بإمكاننا أن نسهل المهمة، وهذا ليس معناه أننا متشائمين، لكن مسكين المدرب، لأنه هنا مرة أخرى مشكل اللغة والترجمة والتنسيق والانسجام. فلاحظنا وكأنه لم يكن يسيطر على الموقف كما ينبغي، وأنه أشرك اللاعبين أيضا المفروض أنهم هذه أنا أمس قلت في البداية، قلت بأنه هذا أو قبل أن تبدأ المباراة قلت هذا أول اختبار حقيقي للمنتخب الجزائري منذ 2015. من يتحمل مسؤولية هذا التعادل الأخضر؟ من يتحمل المسؤولية؟ طبعا اول واحد يتحمل المسؤوليه هو المدرب، لانه هو الذي اختار هؤلاء اللاعبين، هو الذي اختار هذه الطريقه. لان يقول بانه يفوز في نيجيريا بهذه الطريقه نخسر 5 أو 6 في نيجيريا اذا لعبنا بنفس الطريقه. لا اعرف ان المنتخب لن يكون اضعف مما شاهدناه في مباراه الكاميرون، لكن المهمه اصبحت صعبه. لكن الان اظن بان المدرب ان كان مدرب يريد ان يذهب بعيدا يجب ان يستخلص، هو كمدرب يستخلص الاخطاء التي وقع فيها، وايضا ربما بعض اللاعبين الذين ليسوا اهلا للبقاء في المنتخب الجزائري. ما هي حظوظ منتخبنا في التأهل كنسبة مئوية؟ انا مش جواب. كذب المنجمون ولم صدقوا، لكن مهمه اصبحت صعبه. يعني كان بحوزتنا فرصه كبيره لكي نفوز، خاصه انك السيناريو كان رائع بالنسبه للمنتخب الجزائري. سجلنا في الدقيقه 7 المدرب لم يغلق اللعب ولم يلعب بتوازن لكي يسجل الهدف الثاني ويقتل المباراه. يعني الفرص كانت امامنا، لكن يجب ان يكون لك تحدي كبير. لهذا قلت انا معجزه، تحدي كبير. اول شيء يجب ان تفوز في نيجيريا، يعني حتى التعادل في نيجيريا لم يخدمك كثيرا. الفوز في نيجيريا المنتخب يعود اقوى ويمكن ان يذهب بعيدا، لكن شاهدنا نيجيريا كيف لعبت. هل تؤمن بقدرة هذا المنتخب على الفوز في نيجيريا الأخضر؟ هل تؤمن بقدرة هذا المنتخب على الفوز في نيجيريا؟ طب ليس المنتخب الذي شاهدناه امام الكاميرون، وليس ايضا اللاعبين الذين شاهدناهم امام الكاميرون. انا صراحه لا ارى بان الزفان ممكن ان يقدم خدمه للمنتخب الجزائري، لا ارى بان كادامورو ممكن ان يقدم خدمه للمنتخب الجزائري. اللاعب الذي كنا ننادي به دائما هو عدنان جديولا. شاهدنا عدنان جديولا انه كان افضل لاعب في مباراه الكاميرون. يعني يجب حتى الخيارات يجب ان تكون مختلفه ان اردنا ان نذهب بعيدا. لماذا ناتي بلاعب؟ يعني اصبحنا نتفنن الان، نحن نتفنن في جلب اللاعبين
المجتهدين. وامس كان موجود معنا ادم والناس في الملعب، اصبح ادم والناس وحضوره في شاكر، هذا هو الحدث. بينما الحدث هو المنتخب ازاي يضيع نقطتين. لا يكفي الناس بلاعبين هذا عبيد وفلان ورفعهم عليكم في الاحتياط. يعني ليس هناك تغييرات كبيره، ما عدا ان المدرب يحسب له نقطه واحده انه لم يشرك ابراهيمي ولم يشرك فغولي، وانا مكانه لانه ما احتج على جلوسهم على الاحتياط. المفروض لا كانت لهم فرصه ان يدخلوا فيه. شاهدنا ابراهيمي كان يمشي في الملعب، شاهدنا ايضا التغيير الذي لا نستفيد ولا نستفيد منه دقيقتين ادخال فغولي. يعني المدرب قام بحركه شجاعه، لكنه في الاخير عاد الى هذين اللاعبين. انا لو كنت مكان هذا المدرب، وممكن ماجر وعلي يعطوك تفصيلات اكثر وافضل مني، ان المدرب يجب ان يؤمن بخياراته ودائما لا يتراجع على اشياء هو مؤمن بها. وانا اتمنى كذا، طبعا اتمنى ان نعود ان نفوز في المنشده وان نتاهل، وهذا ممكن لكن ليس بالسهل. يعني ليس مستحيلا لكن ليس سهلا كما يتوقع البعض. الصحفي الجزائري المشهور الأخضر بريش، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم.